السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد في قناة يوميات أسماء عادل. النهاردة أنا جاية لكم تمليح اللفت بقى من أوله لآخره، من أول ما جبناه لحد ما يبقى خلاص حطيناه في البرطمان، حتى طريقة غسيله وكل حاجة هوريها لكم في الفيديو. طبعا مبدئيا لما بتجيبي بتجيبي اللفته الصغيرة مش الكبيرة، عشان تضمني ان هي مش شيخة. وهي كده كده اوريدي، يعني اليومين دول اللفت رخيص مش غالي. وعايزه اقول لكم ان هو كله مفيش حاجه فيه شيخه، بس انا بحب اجيب الصغيره عشان بيبقى شكلها حلو حتى في التقطيع وفي الطبق. وبالنسبه للخيار لما باجي انقيه عشان املحه لازم تجيبيه طازه. بصوا الخياره بتبقى عامله ازاي، مدلعه كده ازاي، بقى يعني طازه طازه بحق ربنا، جميل حتى بعرشه، يعني كانك لسه قطفاه. لا لازم يجي طازه، لان في ناس اقول لك اول ما يدبل خالص يبقى خلاص ملوش اي لازمه كده في التلاجة، تقول لك انا احطه في برطمان واملحه. هو ممكن عادي بس ما يبقاش حلو خالص، يعني يبقى طري كده ومش حلو في التمليح. هو حلاوته لما بيكون طازه، حتى بعد ما بتملحيه تحسي ان ان هو بيقرش معاكي مش طري كده. واقول لكم برضو في تكه عندي مش كتير بيعملوها، مهمه جدا في التمليح، بالاخص تمليح اي حاجه. طبعا الخيار ده هخليه دلوقتي على جنب لحد ما لحد ما اغسل اللفت ده الغسله الفظيعه، هحميه يعني بمعنى اصح، هحميه ليا طريقه انا كده في الغسيل، يعني اللي يعرفني يعني من قريب يقول عليا عندي وسواس، بس والله لا ما عنديش وسواس ولا حاجه. بس انا في الخضار والحاجات دي بغسلها بطريقه مختلفه، يعني بغسلها بطريقه مختلفه، ممكن 3 4 مرات، يعني 3 4 5 مرات كمان. ف... فانا عشان اضمن نظافه الحاجه كمان. طبعا انا كنت ممكن اسيبه يتنقع وبعدين اغسله، لقيت ان الطينه مش ناشفه فيه، مش محتاج ان هو يتنقع عشان الطينه تطرى، هي الطينه اوريدي طريه يعني. فقلت امسك واحده واحده كده، انزل منها الطينه خالص واحطه كله على جنب، وبعد كده ابتدي اقطعه. ولسه هغسله تاني وتالت لسه يعني. بس قلت انزل منه الطينه خالص كده واجمعه كله على الرخامه، وبعدين ابتدي اشوف هعمل ايه بعد كده. طبعا انا كنت عايزه الفرشه بتاعه الخضار، انا كده قفلت الحنفيه عشان اشوف الفرشه بتسهل لي، اللي هي بتاعه البطاطس والحاجات دي، بتنزل لي الطينه وتنضف لي الحاجات بسرعه. ما لقيتهاش طبعا، انا كملت عادي غسيل اللفت كده واحده واحده. وغسلت الكرونه زي ما انتم شايفين كده، غسلت الكرونه البلاستيك دي كان فيها طينه طبعا وكده، وغسلت الحوض غسله حلوه بالكلور. ده اساسي، يعني الحوض عندي زي الطبق بالظبط، يتغسل زي الفل، يعني ما فيهوش حاجه مقرفه، يعني ممكن اغسل فيه الخضار عادي. الحوض ما فيش مشاكل بالنسبه لي. طبعا حطيت ميه اهو، وهرجع وهرجع انضف واحده واحده واحطها في الميه تاني، دي كده للمره التانية. طبعا في حفر وحاجات كده في الليفت، اضطريت ان انا اقطع الحتت اللي هي فيها الحفر دي. انا ممكن كنت احكها كده، اشيل بظهر السكينه كده الحاجات السوداء اللي فيه. لا انا قلت الافضل ان انا اقطعه بالسكينه كده احسن، يعني عشان هي حاجات كده غطسه جوه، انتوا فاهمين طبعا اللي بقوله، مش هينفع تتحك بس. واشيل طبعا اي حاجه كده في اللفتايه نفسها، اي علامه كده في ناس بتسيبها، بس انا لازم بشيل كل حته في اللفتايه بره تحس ان هي غامقه. وطبعا اللي هي الصوابع الخضراء دي بتاعت اللفت دي، العصيان، سوري بقول الصوابع، ماشي ماشي حلوه حلوه العصيان بمسكها طبعا، بقطعها لان ولادي بيحبوها جدا. اشيل طبعا التلف منها واخلي الكويس، وافرطها كده عشان يبقى جواها طينه. فانا لازم ان انا افرط العصيان دي واحطها متفرطه، بحيث ان هي اثق ان هي مفيش حاجه جواها يعني. وطبعا هقول لكم كمان في طريقه تقطيع تانية، في ممكن تخلي اللفتايه كده على بعضها وبتسيب العصيان دي شابكه في اللفته نفسها، وبعدين بتقطعي اللفت بطريقه عشوائيه عادي. برضو حلو، ما فيهاش حاجه، جميل جدا وكده. بس في ناس هما بياكلوا مثلا، تجي له مثلا واحده فيها اللي هي العصيان دي، هياكل اللفت وهيرمي العصيان. طب ما انا اعمل العصيان لوحدها واعمل اللفت لوحده، فاهمين دي الفكره يعني. اهو بصوا. ومش عايزه اقول لكم مش العصيان الطويله دي اللي هي كانت تبقى ماليه الطبق كده، لا هي العصيان مقطعه صغيره كده. انا بقطع التالف ده كده كله، ملوش لازمه، وباخد بس اللي هو الكويس فيه كده زي ما انتم شايفين. انا هعمل الكميه كلها بنفس الطريقه دي بقى. انا عملت قلت اجي اشيل برضو الحته اللي هي فيها حفر دي، بعد كده بدات احكها. انا حكيت كل البتاع ده بظهر السكينه، كل اللفت
اللفت هو مش باين عند الكاميرا، هو الناحيه التانية لسه في لفت كتير. انا بقى حكيت الباقي بالطريقه دي. انا جبت بس الاولانيين دول عملتهم كده بالسكينه عشان اوريكم لما يكون في حفر لازم تتشال كده خالص ما تتسبش يعني. الباقي بقى كله مش محتاج، واشيل الحته دي خالص عشان بيبقى فيها على فكره بيبقى طينه، حتى لو انت غسلتيها الحتت اللي هي الخضره اللي فوق دي ما بتعرفش توصل للطينه اللي جوه، فانا بشيلها الحته الصغيره دي بشيلها وارميها، اقول خلاص بقى ايه مش مشكله. هبتدي بقى اخلص كل الكميه وارجع لكم تاني. انا كده ايه لسه ما قطعتهوش، انا كده غسلته ايه زي ما قلت لكم ده كده للمره التانية. هعمله فين؟ في الحوض. انا لسه قايلكوا الحوض بغسله زيه زي الطبق بالظبط علشان اغسل الكروانه وابتدي اقطع فيها. اهي الكروانه زي الفل مفيهاش اي حاجه، واللفت والله ميته نازله زي الفل مفيهاش اي حاجه، بس انا برضو ايه زي عندي شويه في الخضار عموما في الفاكهه في اي حاجه لازم كذا مره، فانا مسكت واحده واحده برضو ايه غسلتها كده تاني. طبعا في مثلا واحده شايفاها بتقول ايه يا اسماء ده انت ايه، محبكاها قوي، يعني مش لازم الغسيل هو الدرجه، لا لازم الوقت اللي احنا فيه ده لازم الحاجه تغسليها مره واتنين وتلاته، ولو امكن اربعه اغسليها اربعه، لسبب ان الوقت اللي احنا فيه ده مفيش حاجه مضمونه. مفيش حاجه مضمونه من الكيماوي والحاجات اللي على الخضار والحاجات دي، طبعا ولادنا احنا ما بيستحملوش اي حاجه، تلاقي العيل ايه تعب منك بسرعه تبقي مش عارفه تعب من ايه، متبقيش واخده بالك يعني. فلازم نغسل حاجه كويس قوي قوي ونبتدي ايه نشتغل فيها. طبعا انا غسلتها تاني، غسلت الكميه كلها، وبعدين ايه هرجع اقطع بقى ايه اللفت بالسكينه المشرشره بتاعتي. عايزه اقول لكم انا بحب قوي اقطع الجزر او اللفت بالسكينه المشرشره، بيبقى شكل الحاجه حلوه قوي في الطبق، بتبقى جميله. وهقول لكم حاجه كمان، عارفين السكينه المشرشره بعمل بيها كمان ايه للولاد؟ بعملهم البطاطس. بقطع البطاطس صوابع عادي جدا بس بالمشرشره، بيبقى شكلها جميل جدا جدا وتفتح النفس وعليها التوابل بتاعتها، فالتوابل كمان مع شكلها بتدي طعم حلو قوي والعيال بيحبوها. بصوا دي انا فتحتها لقيت جواها طينه، لان دي الوحيده اللي كنت ناسيها ومش مفرطاها زي التانيين. انت بقى لو كنت غسلتيه هو مقفول كده الطينه كلها بتبقى في الميه، فانت ازاي بقى تشربي ميه اللفت؟ انا بقول لكم انا يمكن بغسل كده كمان بالاخص لاني انا بعشق حاجه اسمها ميه لفت. هتقولي غلط، مش غلط، لا مش غلط، دي هي مفيدة جدا وطعمها حلو قوي قوي قوي. اهم حاجة بس ما تكونش حادقة عشان ميبقاش فيها ضرر، ولا حامية اوفر، ممكن حامية حميان بسيط. جبت بقى القطعة بتاعت الخضار دي، انتوا عارفين بعمل قطعة للخضار وقطعة للحمة والفراخ، معلمة كل واحدة لون، واحدة حمراء وواحدة الزرقاء دي بتاعت الخضار. طبعا همسك بقى اللفت ايه واقطع واحدة واحدة كده، بوريكم السكينة بتاعتي المشرشرة واوريكم ازاي بقطعه. انا ملحت قبل كده الليمون، بقول لكم كنت بقول لكم ملحت ليمون قبل كده وجزر، وممكن احط لكم برده اللينك بتاعه في صندوق الوصف. لينك الليمون طلع كان في منتهى الجمال في منتهى الروعه حلو قوي قوي، والجزر نفس الحكايه، هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. وعايزه اقول لكم كمان في حاجه تانية بملحها، معرفش انتوا بتعملوها ولا لا الصراحه، اللي هو الكروم، ورق الكروم. انا بجيب الكرومبايه ماشي، اخد الورق كله اللي انا عايزاه اللي انا هحشيه، واخد بقيه الورق بس مش الوحش، مش اللي من بره، لا اللي هو ما بيتلفش، اللي هو تحسي الورقه ايه لفه على بعضها كده ايه ومحيراكي انك انت تحشيها يعني. فاروح ماسكه كل الورق ده مش وهو مسلوق وهو ني، اروح ماسكاه غسله غسله حلوه واحطه في برطمان وحبه ملح وحبه شطه، وبعد 3 ايام او 4 ايام تاكلي منه بجد في منتهى الجمال. انا ولادي بيحبوا جدا جدا ورق الكروم. هتقولي يا اسماء لا في اللفت بيتملح، مش اللفت سوري، الكرنبيت او القرنبيط، في ناس بيقولوا عليه قرنبيط. إيه لا الكرنبيط معروف يعني هو بيتملح بيبقى مع المخلل كده وانت بتجيبيه من بره عادي، بس الكرنب مش هتلاقيه بره. الكرنب هتلاقيه لو انت عملتيه هتلاقيه، ما عملتوش مش هتلاقيه بره. عايزاكم بس تجربوه وتدوقوا لاولادكم. برده في برده فيديو تاني برده لتمليح الكرنب ده، ممكن احط لكم برده اللينك بتاعه برده في صندوق الوصف. هنا قطعت الكميه كلها زي ما انتم شايفين، وبرده هغسله للمره الثالثه ماشي. مليت ميه كتير اهو، واغسل اغسل اغسل
عشان برضو اضمن نظافة ايه الحاجة. وبعد ما اغسله مش خلاص هحطه بقى في برطمان على طول، لا بحطه بقى في مصفى يتصفى منه المية خالص، مش يتصفى منه المية، يتصفى منه شوية المية، وبعد كده ابتدي احطه ايه في البرطمان بتاعه. ادي المصفى دي بقى ايه اللي هحط فيها اللفت. مش بمعنى اسيبه لحد ما ينشف في المصفى عشان ممكن حد يفهمني غلط، لا انا بطلعه يتصفى بس الميه اللي هي فيه، ما باخدوش بميته كده احطه في البرطمان، بحطه في المصفى وبعدين ببتدي احط في البرطمان اللفت. وطبعا في تكه بتاعتي اقولها لكم برضو. هي الاول طبعا موضوع الملح والشطه ده اساسي بتحطيه، او مش عايزه شطه ما تحطيش، هو اختياري، الشطه اختياري، بس الملح طبعا ده معروف ان هو اساسي. التكه بقى بتاعت اسماء، الخل. الخل ما تحطيهوش في اول ما انت ما بتملحي اي حاجه، بتملحي اي حاجه ما تحطيش خل في الاول، تحطي حبه الخل يعني وانت هتطلعي مثلا ايه، هتطلعي مثلا منه بكره، لا احط حبه خل النهارده. ليه بقى؟ على ما تيجي تطلعي منه هيبتدي يقرش كده معاكي، يبقى طعمه كده حلو. لكن لو انت حاطه الخل في الاول بيخلي الخيارايه مثلا او اللفت طري، ما بتعرفيش تحسي انها طريه كده زي اللي شاربه ميه كتير. لا الافضل عايزاها طعمها حلو كده وماسكه نفسها، تحطي الخل في الاواخر خالص، قبلها بيوم كده، قبل ما تطلعي قبلها بيوم، هتدي برضه تست مختلف وطعم مختلف يعني. كده انا عبيت ايه اللفت كله. عايزه اقول لكم ان انا في برضه حاجه عايزه اقول لكم عليها، طبعا عشان الفيديو طال مني، انا عملت فيديو الخيار لوحده، هيبقى بعديها على طول ان شاء الله. هنا حطيت معلقه شطه، وحطيت الملح بتاعي في الكروانه زي ما انتم شايفين، الكروانه الصغيره دي او البوله، ودوبت الملح كويس قوي عشان تضمني طعم الملح بتاعك كده تمام ولا لا. مش تحطي مثلا 3 4 معالق ملح تروح حاطه ميه وخلاص على كده، لا احنا كانت ماما تعمل كده زمان، تحط وتروح قافله البرطمان وترج ترج ترج، خلاص هي عرفت ايه الدنيا مظبوطه معاها. ما شاء الله بتوع زمان دول بيعملوا حاجات بجد فظاع. بس انا بعمل كده ليه؟ يعني هو الليفت ما فيهوش حاجه صعبه، بس عشان البنات الصغيرين هم بتوع اعدادي وثانوي اللي لسه الصغيرين دول يتعلموا ازاي يملحوا الليفت ويطلعوه طعمه حلو وجميل. ادي هو خلاص كده اهو زي ما انتم شايفين، وهبتدي طبعا اغطيه واضمن ان هو ما فيهوش اي حاجه تهويه. لو وصلتي لحد دلوقتي كده في الفيديو تعملي لايك واشتراك وكومنت حلو و... واهم حاجه عندي الكومنت واللايك يا جماعه، والاشتراك طبعا، الاشتراك ده ايه علشان خاطر ابتدي اتواصل معاكم وافضل مستمره معاكم. والسلام عليكم.